ايوه دي الحقيقه. ارمي نفسك، ما تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تجيب كرسي جديد، او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه، او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، او انك تستنى لحد ما الساعه 9 تيجي عشان تبدا اي حاجه في حياتك. ابدا، لانك لا هتصحصح ولا هتركز ولا هتتنايل على عينك وتعمل حاجه ادي دعني انفلحت، ولان الظروف المثاليه عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدا يا حبيبي، ابدا يا بابا. واحد يقول لي يا ابو حميد طب في حاجه، ايه هي؟ في ناس يا ابو حميد بتتكلم عن حاجه اسمها التسويف الايجابي. ما تقول لنا صحيح ايه دي يا ابو حميد؟ دايما بتجيلي في المنطقه اللي بحب اتكلم فيها. ماشي هقول لك، مش هتنرفز عليك وهقول لك. هي انك تهرب من الحاجه اللي المفروض تعملها، وبكده يا عم تبقى بتسوف براحتك، بس انت عارف انك هتروح تعمل حاجه مفيده برضه. يعني انت مثلا مش عايز تذاكر حاجه، حاسس انها هتكون متعبه شويه، فتستغل وقتك وحالتك المزاجيه، معلش يعني خليها علينا، وتقوم ماسك حاجه تانيه تذاكرها، او تشتغل على مشروع تاني، او تروح الجيم. المهم انك تعرف تستفيد بوقتك ده في حاجه مفيده، او